السلام عليكم، إيه الاخبار؟ عاملين يا رب دايما تبقوا بخير وصحه وسعاده وسلام. حاجه حصلت يا جدعان غريبه بصراحه، بجد والله. يعني كل مدى الدنيا بالنسبه لك بتبقى مجهوله اكتر. يعني النهارده قلت ما قلتلكش بقى، رحت اشتريت فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه من الحاجات دي. 3 بيضات، 3 رغيفه عيش. 3 بيضات بكام؟ 9 جنيه. 3 رغيفه بكام؟ 6 جنيه. اصبح انا جبت 3 بيضات و3 رغيفه ب 15 جنيه. انا عارف ان انا غلطان. انا قلت ايه بقى؟ قلت هبطل السجاير واكون انسان جديد، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد، واحنا خلاص في يناير اهو. ونزلت الجيم وقلت هشيل حديد وابطل السجاير بقى. واكتشفت ان انا عشان خاطر ابطل السجاير واشيل حديد كنوع من التوفير، خلينا اكون صريح معاك لحد ما اكبر. ابتديت ان انا افكر في موضوع تبطيل السجاير عشان الصحه، بس برضو الناحيه الماديه برضو مهمه شويه. فلقيت ان انا هنزل الجيم وهدفع اشتراك جيم وفلوس وبيض وفراخ وبروتين والكلام ده كله، في حين ان انا بقول لك يا مؤمن، ال3 بيضات ب9 جنيه، انت متخيل؟ وكمان هم غلوها وصغروها، البيضه بقت قد كده. اقسم لك بالله ما تعرفش الفراخ اللي بتبيض دي بتبيض ايه بالظبط. يعني دي لو بتبيض تقاوي بيض مش هتبقى بالمنظر، ولا جايز البيض بيتزرع. يعني هم لو البيض بيتزرع وتقاوي وهم شالوه هو لسه صغير تقاوي مثلا، يعني ولا احنا عايزين نفهم يا جدعان، يعني البلد دي واخدنا على فين بالظبط؟ احنا تعبنا والله تعبنا. يلا ربك يسترها. مش عايزين نكتر في الحاجات دي يا جدعان. ونعمل رجيم. هي الفترة الجاية هنعمل رجيم. يعني بص، احنا هنبقى ولاد عم الصومال المرة الفترة الجاية، يعني ان شاء الله بإذن الله كده هنعمل رجيم. وهنتكاثر ذاتيا. ما خلاص ما فيش حد بيتجوز دلوقتي، هنتكاثر ذاتيا و... و... وربك يسترها. بس خلاص.